السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في كل مكان برحب بكم. إن شاء الله النهاردة هنحل أداءات وتقييمات مادة التاريخ الأسبوع الأول. أنا مستر عبد الله مجدي مدرس التاريخ، ويلا بينا نبدأ بأول سؤال. أول سؤال بيقول: تتعدد أهمية دراسة علم التاريخ. طبعا عرفنا أهمية دراسة علم التاريخ، فهو بيقول في السؤال: أي من الآتي يخرج عن أهمية دراسته؟ يبقى احنا نطلع الحاجة اللي مش من ضمن أهمية دراسة علم التاريخ. طيب، أول اختيار بيقول إبراز القدوة الصالحة، لا ده من ضمن أهمية دراسة علم التاريخ، وبالتالي دي مش الإجابة. طيب، تنمية الشعور بالمسؤولية برضو معانا في أهمية دراسة علم التاريخ. طب الميل لتقبل الآخرين، دي جديدة دي يا مستر، أول مرة أسمعها. ولكن أنا لما أميل لتقبل الآخرين ده معناه إن أنا هبتعد عن التعصب. تعال نشوف الاختيار الأخير، بيقول التفاخر بالأصول والحضارات. طبعا أنا لما هتفاخر بالأصول والحضارات ده معناه إن أنا متعصب لحضارتي، فهي دي الإجابة، هتبقى التفاخر بالأصول والحضارات. طيب، السؤال اللي بعد كده: ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة يطلق عليه. طبعا السؤال مباشر جدا، هو ده تعريف الحضارة. السؤال اللي بعد كده بيقول: أي من الآتي يتعارض وجوده مع تطور الإنتاج الحضاري والثقافي للإنسان؟ يعني إيه من دول اللي لو موجود مع الحضارة مش هيبقى موجود أصلا؟ يعني مش هيبقى موجود في حضارة. يعني لو موجود الحاجة من دول، الاضطرابات أو التعمير أو الاستقرار أو الأمن، مش هيبقى في حضارة. خلاص، طبعا سهلة جدا الاضطرابات. لو في اضطرابات مش هيبقى في حضارة، وفقا ل او وفقا لوجهة نظر ويل ديورانت لو تفتكروا. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول: من أقوال الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، ينطبق القول السابق على أي من فوائد دراسة علم التاريخ؟ طبعا أنا لما هدرس ان التاريخ بيبعدنا عن التعصب، ده معناه ان انا هتحمل رأي الاخرين، ولازم ابقى عارف ان رأيي ممكن يكون غلط وممكن يكون صح، فالاجابة هتكون طبعا الابتعاد عن التعصب. السؤال اللي بعد كده بيقول: ارتبط اكتشاف الانسان للزراعة واستقراره بايه؟ هل استخدام النار، ولا قيام الثورة الصناعية، ولا سيادة الاقطاع، ولا معرفة الكتابة؟ طبعا الاجابة هتكون معرفة الكتابة. ليه معرفة الكتابة؟ طيب، لو جينا بصينا على العصور التاريخية هنلاقي ان في العصور القديمة الانسان اكتشف الزراعة، استقر طبعا وعرف الزراعة واكتشف الزراعة، وفي العصور القديمة برضو عرف الكتابة، فالاتنين مرتبطين ببعض في العصور القديمة. طيب، الأسئلة بقى المقالية. أول سؤال بيقول: حدد العلاقة بين الثورة الصناعية والاستعمار الأوروبي لشمال أفريقيا. طيب، تعالوا نفتكر مع بعض ليه اصلا حصل حركة الاستعمار الاوروبي. طيب، الكلام ده حصل في العصور الحديثة، لما اوروبا تحولت فيها الصناعة من اليدوية الى الالات، فحصل ثورة صناعية. الناس بقت مش يعني بتنتج بكثرة، في نفس الوقت عايزة مواد خام وعايزة اسواق تصرف منتجاتها، وده اللي ادى بعد كده لاكتشافات جغرافية، وبعد كده ثم بعد ذلك لاستعمار أوروبي لقارتي آسيا وأفريقيا تحديدا. فمن ضمن الأماكن اللي استعمرتها أوروبا هي شمال أفريقيا، ودي العلاقة ما بين الثورة الصناعية وشمال أفريقيا. ليه شمال أفريقيا؟ طيب، السؤال اللي بعد كده: حدد تقييمك لمدى مصداقية العبارة الآتية. يعني العبارة الآتية دي صح ولا غلط؟ صحيحة، صادقة، ولا غير صادقة؟ بيقول: الحضارة الإنسانية سلسلة متصلة ساهمت كل أمة فيها بنصيب. طبعا الإجابة صحيح، لأنه من دراستنا للتاريخ يبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو أمة واحدة أو عنصر واحد، فلكل أمة فضلها على البشرية الذي لا ينكره التاريخ. طيب، نكمل بقى أسئلة الواجب المنزلي. أول سؤال بيقول: أي من العصور التاريخية الآتية تتمثل ملامحه في سيطرة أوروبا استعماريا على بعض بلاد العالم؟ لو تفتكروا من شوية قلنا أنه حصل حركة الاستعمار الأوروبي أصلا في العصور الحديثة، فسهلة خالص. طيب، بعد كده بيقول: حملت العصور الحديثة في طياتها، يعني في داخلها بشكل واضح، العديد من الأحداث التي اتسمت بالسمة
طيب احنا قلنا لسه من شوية برضو ان العصور الحديثة كانت مميزة بالنهضة الأوروبية وبالثورة الصناعية، وبعد كده بقى كشوف جغرافية وحركة استعمار أوروبي. طيب هل في حاجة لها علاقة بالدين؟ لا، مفيش حاجة لها علاقة بالدين. طب اقتصادية؟ في اقتصادية، الثورة الصناعية. طب أدبية؟ لا مفيش. طب اجتماعية؟ لا مفيش حاجة لها علاقة بالاجتماعية. طيب السؤال اللي بعد كده، غادرت الحضارة الإنسانية أوروبا واستقرت مرة أخرى في بلاد الشرق خلال العصور. تعالوا نفتكر مع بعض الحضارة أصلا بدأت فين. هي بدأت في الشرق، كده راحت الغرب، بعد كده رجعت مرة تانية للشرق كم... طيب، وبعد كده رجعت مرة تانية للغرب. فأنا بيقولك هي غادرت الحضارة الإنسانية أوروبا، تمام، ورجعت مرة تانية للشرق امتى؟ الكلام ده طبعا في العصور الوسطى، لما بقى في حضارة إسلامية في العصور الوسطى. السؤال اللي بعد كده بيقول العالم لم يقم على يد حضارة واحدة أو عنصرا واحدا أو لغة واحدة. العبارة السابقة تؤكد ضرورة طبعا الابتعاد عن التعصب. من أهمية دراسة علم التاريخ إن أنت تبقى مبتعد عن التعصب. خلاص، سهلة. أمامك صورة تظهر العناية والمحافظة على التراث البشري، أي من قيم دراسة التاريخ نستنتجها من الصورة. هنا جايبين صورة لترميم الآثار. طيب لما هيبقى في ترميم للآثار ده معناه إيه؟ ده معناه تنمية الشعور بالمسؤولية. طبعا الإجابات التانية استخلاص العبر، لا ده لما يكون في خطأ عملوه الأمم السابقة واحنا بنتعلم منه. طب إبراز القدوة الصالحة ده لما يجيب لك شخصية نقتدي بيها، حد صالح وبالتالي نقتدي بيه، فمش دي الإجابة. طب البعد عن التعصب، لا البعد عن التعصب ملهاش علاقة. طيب السؤال اللي بعد كده، مقال بيقول أية صحة العبارة التالية، دراسة التاريخ وفهمه من أهم عوامل تقبل الآخر. يبقى أنت هتقول أهمية دراسة علم التاريخ تحديدا الابتعاد عن التعصب. فلما أنت بتدرس التاريخ بيبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة، فلكل أمة فضلها على الإنسانية الذي لا ينكره التاريخ. طيب دي الإجابة. طب هو هنا بيقول أيد صحة العبارة، هنقول العبارة صح ولا غلط؟ طب العبارة صحيح، أنت لازم تبدي رأيك في العبارة وبعد كده تقول رأيك بشكل عام. يعني تقول هو أنت موافق ولا لأ، ولا العبارة صحيحة ولا لأ، وبعد كده تقول رأيك اللي أنا قلته ده. طيب ممكن تقولها بأي طريقة، ده سؤال مقالي مفتوح، ممكن تقوله بأي طريقة تناسبك، أهم حاجة تكون في مضمون السؤال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يمكن اعتبار فترة التاريخ المعاصر عصر المتناقضات. لو فاكرين كنا قلنا الفكرة ديت واحنا بنشرح انه التاريخ المعاصر ده عصر المتناقضات، نظرا لان العصر ده بيحتمل ايجابيات وسلبيات، العصر اللي احنا عايشين فيه. طيب هنقول ايه؟ هنقول سلبيات طبعا. سلبيات العصر ده الحروب العالمية المدمرة، تلوث البيئة، تفشي الأمراض. طيب الإيجابيات إيه يا شباب؟ الإيجابيات ظهور حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار، والثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية المتنوعة، وهبوط الإنسان على سطح القمر واستكشاف الكواكب الأخرى. طيب دي إجابتنا على السؤال ده. نخش بقى للأسئلة المهمة جدا وهي أسئلة التقييم الأسبوعي. طيب هنبتدي طبعا بالمجموعة الأولى. أول سؤال فيها بيقول وجه الشبه بين سمات العصور الحديثة والتاريخ المعاصر يكمن في إيه؟ يبقى أنا عايز شبه ما بين العصور الحديثة والتاريخ المعاصر، والسؤال ده عايز تركيز ونشوف أصح إجابة. تعال نبتدي مثلا بالاختيار الأولاني، الهبوط على سطح القمر، الكلام ده حصل بس في التاريخ المعاصر. طب الثورة المعلوماتية، واحد هيقوم قايل على طول ثورة معلوماتية، اصل في ثورة صناعية يا مستر وفي ثورة معلوماتية تحت في التاريخ المعاصر، ثورة صناعية في العصور الحديثة وثورة معلوماتية في التاريخ المعاصر. طبعا لا، دي حاجة ودي حاجة. الثورة الصناعية ديت لما تحولت الصناعة من الآلات لليدوية، ما كانش في ثورة لسه معلوماتية. أصلا يعني إيه ثورة معلوماتية؟ الفيديو اللي أنا بسجله ده لما هيوصل لك
تمام. ده ثورة معلوماتية، يعني لما اسجله وانزله دلوقتي على اليوتيوب فحضرتك تشوفه بعد شوية ثورة معلوماتية، عرفت المعلومات بسرعة. تمام. فالثورة المعلوماتية ديت وانتقال الأخبار ما حصلتش غير في التاريخ المعاصر. طيب انتشار الحروب، فدي مش هتبقى الإجابة يا شباب. انتشار الحروب، أيوة دي هتبقى الإجابة. انتشار الحروب هي هتبقى الإجابة ليه يا شباب؟ لأنه أصلا العصور الحديثة انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى، وبدأ التاريخ المعاصر بالحرب العالمية الأولى، وبعد كده في حرب عالمية تانية. فالعصرين متشابهين في انتشار الحروب. طيب ظهور الديانات السماوية، لا، الديانات السماوية ما ظهرتش أصلا غير في العصور القديمة والعصور الوسطى. السؤال اللي بعد كده، بدأ تدوين الإنسان لبعض أحداث التاريخ منذ طبعا العصور القديمة، مرتبطة بالعصور القديمة. ونرجع للعصور القديمة ونعرف إنه الإنسان بدأ تدوين الأحداث التاريخ في العصور القديمة. طيب بدأت الحضارات العظمى منذ العصور القديمة واتسمت أنها في مهدها كانت حضارات غربية ولا شرقية ولا أفريقية ولا أمريكية؟ طبعا شرقية، عشان هي ولا غربية ولا افريقيه ولا امريكيه. طب ليه مش غربيه؟ لان هي اصلا في البدايه كانت شرقيه، في الشرق فينيقيا وبلاد فارس ومصر والعراق، خلي بالك. طيب وهنا بيقول لك افريقيه. طب افريقيه ما كانش فيه الا مصر، يعني عندنا في المنهج مصر بس. طب امريكيه؟ لا، امريكيه دي في الاخر بقى خالص. طيب ففي البدايه خالص كانت شرقيه. طيب مش عايزين نطول فيها، هي سهله. طيب السؤال اللي بعد كده المقالي بيقول يتهم بعض متعصبي الحضارة الغربية العرب الآن بأنهم أمة متأخرة وأعداء التقدم والحضارة، ما ردك على الاتهام من خلال دراستك؟ برضو ده سؤال مقالي مفتوح بتعبر عن رأيك فيه. طبعا انت بترفض الكلام ده، بناء على ايه بقى بترفض الكلام ده؟ حضرتك هتقول ان انا من خلال دراستي للتاريخ بيبين التاريخ انه العالم لم يقم على حضارة واحدة او عنصر واحد او لغة واحدة، فلكل امة فضلها على الانسانية الذي لا ينكره التاريخ. وبالتالي احنا بنبتعد عن التعصب. ليه؟ علشان انا درست تاريخ. طيب فاجابتنا واضحة. طيب فسر اسباب حرص الامم على دراسة علم التاريخ. برضو هتقول ليه الامم بتدرس تاريخ. طبعا هتقول أهمية دراسة التاريخ زي استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة، إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية، تنمية الشعور بالمسؤولية، الابتعاد عن التعصب. طبعا لو كتبتهم باختصار كده الإجابة صحيحة 100%، وبتاخد درجتك كاملة ومفيش أي مشكلة. تعال نخش على المجموعة التانية. بيقول من قرأ التاريخ زاد عقله وأضاف عمرا إلى عمره. نستدل من هذه العبارة على إيه؟ البعد عن التعصب، ولا تنمية الشعور بالمسؤولية، ولا ضرورة التقدم العلمي، ولا أهمية دراسة التاريخ؟ طبعا أهمية دراسة التاريخ. انت لما تدرس التاريخ هتزداد عقلك، خلاص، وهيزداد معلومات جديدة إلى عقلك، وبالتالي هيضاف عمرا إلى عمرك. طيب فهي السؤال سهل والإجابة واضحة مش محتاجة. طيب بعد كده بيقول إذا ما آمن الإنسان الخوف وتحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. عندما تتحقق هذه المقولة لويل ديورانت يستطيع الإنسان صنع، دي وجهة نظر ويل ديورانت عن الحضارة. هو هنا لما يكون في أمن واستقرار هيكون في إيه؟ هيكون في حضارة. سهلة خالص. السؤال اللي بعد كده بيقول أي العصور التاريخية الآتية ينطبق عليها عصر المتناقضات؟ حلناه من شوية تقريبا في أسئلة الواجب، وهي طبعا التاريخ المعاصر. ليه عصر المتناقضات؟ عشان فيها إيجابيات وسلبيات. نرجع نفتكر الإيجابيات والسلبيات يا شباب. طيب السؤال المقالي بيقول حدد العلاقة بين أهمية دراسة التاريخ وتواصل التاريخ. طيب خلينا نقول انه التاريخ بيبين ان العالم لم يقم على حضارة واحدة، فلكل امة فضلها على البشرية. طيب مثال على كده لما انفتحت الحضارة الاسلامية على الحضارة الغربية، وده بيدل على تواصل الحضارات لا تصارعها. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. السؤال اللي بعد كده بيقول دلل على صحة العبارة تميزت بعض احداث التاريخ المعاصر بالتخلص من تبعيات العصور الحديثة. سهلة.
انه في التاريخ المعاصر ظهر حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. بس دي الإجابة، كلمتين وشكرا. انه في التاريخ المعاصر، تمام، ظهر حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. طيب المجموعة الثالثة بيقول ارتبط الهدف الرئيسي الذي من أجله نشأت الحضارات على سطح الأرض بإيه؟ بتطور النظام السياسي ولا التعمير الأمثل للكون؟ التعمير الأمثل للكون هي الإجابة الصحيحة، لأنه الهدف الرئيسي أصلا من الحضارة هو تعمير الكون، وقبل تعمير الكون إنه الإنسان يحسن ظروف حياته سواء ماديا أو معنويا على سطح الأرض. بعد كده بقى تعمير الكون، يبقى الغاية الكبرى هي تعمير الكون. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول إقامة العديد من المشروعات الكبرى الآن بمصر والتي تتبناها الحكومة المصرية لم تكن لتتم وتظهر للعلن إذا التزمنا بمفهوم الحضارة عند ويل ديورانت إلا من خلال توافر سهلة. لازم يكون في إيه علشان نحقق الإنجازات والمشروعات الكبيرة ديت؟ طبعا الاستقرار وتحقيق الأمن هو اللي هيخلينا نعمل المشروعات، ومن ثم بعد كده نعلن عنها. ده طبعا وفقا لوجهة نظر ويل ديورانت. بعد كده بيقول ظهر التفوق الحضاري لبلاد الشرق على أوروبا خلال العصور. تعال نشوف التفوق الحضاري حصل لبلاد الشرق امتى؟ طبعا حصل في العصور القديمة. طيب لما بدأت الحضارة أصلا في الشرق، طب رجعت تاني امتى للشرق؟ رجعت تاني للشرق في العصور الوسطى. لو نفتكر بدأت في القديمة في الشرق، بعد كده راحت للغرب خلاص، بعد كده رجعت تاني للشرق على ايد الحضارة الإسلامية. طيب السؤال اللي بعد كده مقالي بيقول حدد أوجه الاختلاف بين مفهوم الحضارة والتاريخ. طيب احنا ممكن نعبر يعني بصورتين، ممكن نقول مفهوم الحضارة ومفهوم التاريخ، إجابتنا هتمشي صح، ولكن الأفضل إن احنا نقول أهداف الحضارة وأهداف التاريخ. أهداف الحضارة إيه يا جماعة؟ تحسين ظروف الإنسان وتعمير الكون. طب أهداف علم التاريخ فهم الحاضر، فهم أو معرفة الماضي، فهم الحاضر واستشراف المستقبل. ده الهدف من التاريخ، تمام، ودي الإجابة الأدق والأصح. طيب ممكن برضو نقول فكرة كنا قلناها قبل كده، وهو ان التاريخ بدأ مع تدوين الانسان او مع اختراعه للكتاب، اما الحضارة بدأت مع استقرار الانسان ومعرفته للزراعة. خلاص يبقى كل دي اجابات تمشي معانا، موضوع سهل. طيب اللي فاهم طبعا هيقول الاجابات الاخيرة، انما فكرة انك تقول المفهوم كله تمام مع بعضه، ده مفهوم التاريخ ومفهوم الحضارة، يبقى انت كده قلت ما حددتش وجه الاختلاف ما بينهم، تمام، لكن انت تحدد وجه الاختلاف لما تقول الاجابتين الاخرى اللي انا قلته. طيب فكله صح، كله هيمشي ان شاء الله. طب السؤال اللي بعد كده بيقول دلل على صدق العبارة تاريخيا انتقلت الحضارة الإنسانية بين الشرق وأوروبا خلال عصور التاريخ. سهل. يعني هنقول انه انتقلت الحضارة من الشرق للغرب خلاص في العصور القديمة، وبعد كده انتقلت من الشرق او من الغرب للشرق وهكذا، تمام. يبقى بيقول هنا تاني انتقلت الحضارة الإنسانية بين الشرق وأوروبا خلال عصور التاريخ. طيب أوضحها أكتر، إنه بدأت انتقال الحضارة من الشرق للغرب في العصور القديمة، تمام. رجعت تاني الحضارة للشرق في العصور الوسطى، بعد كده رجعت بقى تاني الحضارة للغرب في العصور الحديثة، وما زالت في التاريخ المعاصر. طيب وبكده خلصنا أسئلة التقييمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في التقييم الجاي. السلام عليكم.